السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أم تقوى ملك. وصفتنا للنهار اليوم هي تدبيرة، ماهيش وصفة. حبيت نفيدكم بهذه التدبيرة، جربتها عجبتني، قلت عليها لا ما نفيدش بها خواتاتي. ساعات يفضلنا ورق الزبدة ولا حاجة، ما نقدروش نخدموا هذوك اللي كيكو يلصقونا في لي بلاطو. مالا بهذه الطريقة راح تستغنوا نهائيا عن هذاك ورق الزبدة. نرحب كامل البنات اللي انضموا من جديد، نقولهم مرحبا بكم، واللي مازال ما اشتركتش نقولها اشتركي حبيبتي، وان شاء الله تعجبك قناتي. كما تشوفوا هنا مقادير بسيطة كاينين كامل في الدار. هنا عندي كمية مسمن، نعبروا بنفس العبار نفسه في 3 مكونات هادو. نديروا مثلا فنجال سمن، فنجال فارينة، وفنجال تاع الزيت. انا هنا تقريبا هذه الوحده الصغيره هذه تهز فنجال. درت عبار سمن وعبار فارينة وعبار تاع الزيت، يعني كامل بنفس المقدار. نجيبو هنا الباتر، ولا اذا عندكم بيترا يعني من الاحسن. ما عندكمش باتر، ها هي انا خرجت لي نتيجة، يعني نتيجة مبهرة روعة. نبقاو نضربوا في هاد المكونات كامل، نحطوهم مع بعضهم ونضربهم بالباتر بهالطريقة. شوفوا كيف ما هنا الخليط كيفاه كان اللون تاعو وكيفاه بدا يفتح. كل مرة اللون هذاك يولي فاتح اكتر ويتضاعف الحجم تاعو ويولي خفيف. هذا المزيج شوفوا كيف ما وكأنه رانا نخدمو في كريمة الزبدة. هاي يعني الفيديو راه يبين كامل قدامكم، ما حبيتش نقطع هنا الفيديو باه تشوفوا النتيجة كيف ما يعني تحصلت عليها، يعني باه ما نقولوش اني مانيش صادقة ولا حاجة. خليته كيما راه. شوفوا هنا الخليط كيفاه ضعف الحجم تاعو ولا ابيض ناصع وكأنه كريمة الزبدة. هذا هو، شوفوا النتيجة. يعني هاد الخلطة راح يعني تساعدكم بزاف بزاف في المطبخ، لذلك قلت نفيد بها خواتاتي. شوفوا كيف ما القوام. هنا نجيبوا علبة زجاجية، من الأحسن زجاجية، أي علبة عندكم، ونخبيو فيها هاد الخليط هذا. هذا كيما نقولوا الطالية هذه نخبيوها، راح تحكم معاكم من 3 شهور حتى 4 شهور. خليوها في الفريجيدير. شوفوا كيف ما القوام تاعها كريمي، يعني روعة. هاد الخلطة هذه راح نعتب معاكم، يعني حندير معاكم تجربة باه تشوفوا النتيجة تاعها. جبت هنا بايركس زجاجي ولا بلاطو، تقدروا ديروا بلاطو تحديد عادي يعني، ولا زجاجي اللي حابينه نتوما. تدهنوا مليح مليح هذاك البلاطو بهاد الخلطة هذه، ومن بعديك تصبوا فوقها خليط الكيك. هنا راني حنجرب معاكم هذه الكيكه، راح تشوفوها في فيديو خلاف ان شاء الله. هاني نصب في خليط الكيك بلا ما درت لا فرينه لا زيت لا والو، كيما نقولوا غير بالخليط هذاك يفي بالغرض، ومباشره صبيت فوق خليط الكيك. شوفوا كيف ما النتيجه، صدقوني هذه هي النتيجه راهي قدام عينيكم، يعني والله بدون ادنى يعني نقاش. المهم ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. مع السلامه.